العودة مشاهدينا مرة تانية مع أولى فقراتنا اليوم ومع المرأة المصرية ومستقبل المرأة المصرية بعد الثورة ونظرة الغرب للمرأة في مصر. يمكن عادت مؤخرا من باريس دكتورة حنان منيب بعد أن تم تكريمها في باريس وحصولها على وسام الدولة الثقافي، وذلك لنشاطها الثقافي الدولي لنشر الثقافة المصرية على الساحة الدولية. كما حضرت أيضا معرض باريس الدولي للكتاب اللي أقيم في الفترة من 17 ل 21 مارس 2011، وقامت بعمل حفل توقيع لآخر إصداراتها إيزابيل الزاهدة. دكتورة حنان أهلا بيكي معانا. اهلا وسهلا. اهلا بك. دكتورة حنان منيب مدير التنسيق والتخطيط الدولي في المجموعة المصرية الأوروبية، مستشار دولي لشؤون التعاون الأكاديمي والعلمي والثقافي الأورو عربي بفرنسا، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة ضفاف للثقافات والفنون. تمام صح كده. طيب انا عايزه ابدا من اخر جزء احنا كنا لسه بنتكلم فيها دلوقتي، ومعرض باريس الدولي للكتاب، ودي كانت تقريبا دورته رقم 31 ليقيم من 17 ل 21 مارس الماضي، وعملتي فيه كمان حفل توقيع لكتابك ايزابيل الزاهده. تمام صح. طيب انا عايزه اتكلم بقى، انا بتكلم المراه والشكل سواء كان مصري او عربي في المجتمعات الغربيه. يمكن اتكلمنا كتير في الموضوعات ديت، ولكن انا هنا عايزه اشوف بقى التغيير. انت مشاركه وحاسه اكيد، فاللي هيبقى موجود هيقدر ينقل لنا الصوره مختلفه. الحقيقه عشان انا حريصه على حضور المعارض الدوليه، لان من ضمن تخصصي اللي حصلت عليه في الترخيص الدولي في فرنسا كمستشار دولي هو تنظيم معارض دوليه، ولذلك انا احرص بشده على حضور هذه المعارض. المعارض دي بسافرها، معارض عربيه زي قطر، فرانكفورت، باريس تحديدا، حقوق الملكيه الفكريه، نشر والى اخره. فانا اول مره اشوف هذا الترحيب الشديد، لمجرد هو كان بيلاقي على البادج اسمي وبعدين ايجيبت. كان في حضور غير كثيف الحقيقه على الاطلاق للدول العربيه، وده دايما انا يمكن عشان بلاحظه. الظروف عشان الظروف بقول لحضرتك ان تونس كانت حاضره. تونس واخده جناح صغير قوي، انا ما اقولكيش كان هي الستار بتاع كان هي ضيف الشرف، وكان الحضور عليها كتير قوي، وانا رايحه بتفرج وبتكلم. اول ما لقوا ايجيبت بصيت لقيت الاحتفاليه انتقلت ليا انا بصفه شخصيه. ايجيبت مصريه، وعلامات الاعجاب اللي احنا مش حاسين بيها هنا. لا، ما عشان كده انا بقول لك انت اللي هتقدري تنقليها لنا. الحقيقه يعني طبعا انا استغربت جدا، لان انا ماشيه عادي جدا، ولم اتوقع ان يلفت البادج الشخصي بتاعي انه مصر موجوده، لان ما كانش في حضور رسمي. انا كنت رايحه على نفقتي الخاصه، انا بحب اتابع الحاجات دي، ومع ذلك انا وقفت مبهوره بالثوره التونسيه والناس الملمومه عليهم. اما لقوا ايجيبت بصيت لقيتهم حتى التوانسه جم ومسكوا ايدي ورفعوها، ايجيبت از هير، ريفولوشن. فحتى بقوا يتكلموا انجليزي، يعني حتى ما قالوش ريفوليوشن، قالوا ريفولوشن. بصيت لقيت الستات في جزء من افريقيا، باسان دي كونغو، لقيت دعوات لتوقيع الكتاب بتاعي، لقيت الموائد والموائد المستديره بتفتح عشان يسالوكي ويتكلموا معاكي، وده ما بيحصلش في تنظيم المعارض.